السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو اليوم. ان شاء الله تكونوا بخير نتوما تشاهدوا في هذا الفيديو. اليوم جبت لكم وصفه تاع البطاطا، وصفه سهله وبنينه بزاف وما تاخذش وقت بزاف باه تتحضر، وتاني ما فيهاش المقادير كثيره. اذا انا اول شيء راح نطيب البصل وشويه تاع الفلفل الملون. اذا راح قطعت البصل الى قطع صغيره، وراح نقليه مليح مليح هو والفلفل حتى يدبل، ومن بعد نزيد الفيون داشي. ممكن تستبدلوها وتحطوا البولي اشي، مهم اللي متوفر عندكم تحطوه. اذا راح نحاول نفتت اللحم المفروم مليح مليح، ومن بعد نتبلها. بالنسبة للتوابل والملح أنا ديما نخليهم للآخر. بالنسبة تاني الملح ما نحطهاش في الأول هكذا باش ما يطلقش البصل الماء نتاعو. إذا ضفت شوية تاع الثوم وضفت التوابل. بالنسبة لي أنا حطيت الفلفل الأسود والكمون والبابريكا. نتوما حطوا التوابل حسب الذوق، يعني كل واحد يحط التوابل اللي يعجبوه. راح نزيد نضيف شوية نتاع لاصوص طوماط. هذه لاصوص نستعملها في البيتزا في الباستا. ممكن تحطوا تستبدلوها بالطماطم تاع الحب هكذا باه ما تجيليش الحشوة ناشفة. إذا زدت الشبت، عندي الشبت مقطع قطع صغيرة، ممكن تحطوا بلاصتو المعدنوس ولا الكزبر. إذا أيضا قطعت البطاطا إلى دوائر وقليتها. من جهة أخرى راح نحضر صوص بالجبن والمايزينا. إذا جبت نصف لتر تاع الحليب وضفت له ملعقة كبيرة تاع الجبن وملعقة كبيرة تاع المارغرين وزوج ملاعق كبار تاع النشا والملح والفلفل الأسود. اللي ما يحبش المايزينا ولا النشا يقدر يحط الفرينة. راح نخلطو بارد في بارد ونحطو على النار. إذا زدت ضفت شوية تاع الفلفل الأسود والملح. راح نخلطو ونستمرو في الخلط حتى يرجع الخليط نتاعنا عاقد وكثيف. نتوقفو ويعني ثقيل. إذا جبت مول تاع الفرن وراح نحط في القاعدة نتاعو هذا الصوص، ومن بعد نحط طبقة نتاع البطاطا هكذا باش ما تلصقليش البطاطا، وفي نفس الوقت ما تجيش ناشفة. إذا راح نحطو البطاطا بهذا الشكل. صراحة هذه الوصفة تيجي بنينة بزاف وسهلة ما تاخدش وقت، والمقادير ما فيهاش تاني بزاف. بالنسبة للحشوة نتوما تقدروا تحطوا أي نوع من الخضار. ممكن تحطوا يعني الجزر مطحون ولا الجريوات مطحونة تاني مع اللحم المفروم ولا الدجاج المفروم. يعني كل واحد يحط الشي اللي متوفر. راح نحط البطاطا تاني في الجوانب نتاع المول هذا الشكل. بالنسبة لي أنا هذا الفيديو صورته قبل
في بداية رمضان، ولكن تمحى لي المقطع هذا بالذات اللي الآن نحط في الحشو، فحافظت يعني على نفس المقاطع السابقة واللاحقة، وهذا المقطع بالذات زدت عاودت صورته، لهذا راح تشوفوا الحشو مختلف، يعني لمّا طيّبت هذا البلا المرّة التانية، الحشو كان مبدّل نوعًا ما، استخدمت الفلفل الأخضر، فلهذا تبدو الحشوة نوعًا ما تبان مختلفة. راح نزيد نفرّغ هاد الصوص على الحشو باش يعني يتشرّب ويجي بنين وما يجيش ناشف. والآن راح نزيد نحط يعني طبقة نتاع البطاطا نغطي بها الحشو هذا. إذا نزّلت الجوانب تاع البطاطا بهذا الشكل، ومن بعد نزيد نغطي الفراغات. ننصحكم تجربوا هذه الوصفة، الصراحة بنينة بزاف. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك، هكذا باه يوصل إلى أكبر عدد من المشاهدين. إذا بعد ما غطيتها الآن راح نزيد نحط هذه الصوص على البطاطا، ونزيد لها الجبن، استعملت جبن موزاريلا. نتوما تقدروا تستخدموا أي جبن تاني متوفر عندكم. إذا راح نغطي كامل السطح نتاع البطاطا بالجبن، وندخلو للفرن على درجة حرارة 180، يعني ما رايحش تاخد وقت بزاف، فقط يعني تشرب الصوص ويذوب الجبن ونحيوها، يعني 10 دقائق لا أكثر ولا أقل. ومن بعد نشعل من الأعلى حتى تحمر الطبقة العلوية تاع الجبن ونخرجو من الفرن. إذا الكراطان تاعنا راهي واجدة، راح قطعت لكم قطعة تشوفوا كيفاه جات، صراحة جا بنين بزاف يشهي، شهيتكم في الجنة. نتمنى إن شاء الله تطبخوا هذه الوصفة بهذه الطريقة، لأنها الصراحة فعلا تستحق التجربة. إذا راح نقطع لكم قطعة تزيدوا تشوفوها كيفاه جات. إذا الآن وصلنا لنهاية الفيديو، نقول لكم شكرا على المشاهدة. نلتقي في فيديو قادم. مع السلامة، وما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، وإلى اللقاء.